النهاردة إن شاء الله نكمل يلا في CSS. النهاردة تاني سيشن. الأول عرفت إن في ناس كانت الموضوع صعب معاها في الأول. بصوا يا شباب، متقلقوش عادي. الموضوع في الأول بيبقى كده بس، وبعد كده اتعود زي ما عملنا في ال HTML برضه اتعودنا عادي. مش عايز حد يقلق من الفكرة دي عموما يعني. تمام. ده الموقع بتاعي اللي أنا برمجه بال HTML أهو. خلاص أنا ربطته بالموقع التاني اللي هو بتاع CSS بالمنظر ده كده. تمام. طيب تعالوا بقى، أنا عايز النهاردة أشرح إزاي أقدر أحط صورة في الخلفية. أنا عارف إني قلتها المرة اللي فاتت تقريبا في الفيديو، بس أنا هكمل على الموضوع ده شوية بقى. تمام. كان أول حاجة عشان أحط صورة في الخلفية، أنا عايز أحط صورة في خلفية الموقع كله، يعني تبقى ظاهرة في الموقع كله. بنعمل كود اسمه بادي عادي، هكتب بادي كده بالمنظر ده. ثواني، وأعمل شيفت يمين عشان أفتح قوس واكتب جواه. المفروض كنا بنحط الصورة بحاجة اسمها باك جراوند ايمج أهي. باك جراوند ايمج أهي المنظر ده. بحط جوه باك جراوند ايمج ده كود اسمه URL اهو، وبكتب جواه اسم الصورة. طبعا لازم تكون الصورة موجودة جوه الفايل بتاعك نفسه. فبالنسبة لي هنا أنا الصورة موجودة عندي اسمها infinity.png، فهكتب infinity.png عادي. طبعا ده عشان أنا مجهزها أصلا. أنت بتاخد الصورة تحطها جوه الفايل بتاعك وتشتغل عليها عادي. تمام. تعال أول نفتح الموقع بعدين نرجع نتكلم. ادي الموقع هفتحه. طبعا الصورة خدت حجم الموقع كامل، بس هي عمالة تتكرر. بصوا، هي اتكررت مرة اهي، وادي التانية اهي. تمام كده. أول حاجة واخدين بالكم كلمة انفينيتي جروب بتعمل دارية ورا الكلام التاني. بس بصوا، ممكن امسح الكلام التاني عشان نشوفه برضه. استنى، ممكن نمسح بقية الكلام عشان نبقى مش شايفينها. خلي كل كومنت، يعني مش همسحها، خلي كل كومنت بحيث ان انتوا شايفين الصورة بس. عملت لكم كومنت. تعالوا نشوف بقى كده. هي الصورة اتكررت مرتين، مرة اهي ومرة كمان في الجنب اهي، واخدين بالكم. بس هي مش جاية جنب يعني، بس هي اتكررت مرتين، واخدين بالكم. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية في موضوع تكرار الصورة ده. حلو. بس قبل موضوع تكرار الصورة ده، لو واخدين بالكم حجم الصورة كبير أوي، مش عاجبني كده، أنا عايز أصغره. والله إحنا لما كنا بناخد HTML كنا بنكتب كود اسمه width وهايت وبنتحكم فيه في حجم الصورة. كنا بنتحكم بالويدث والهايت ده في حجم الصورة، صح كده؟ طب دلوقتي أنا أصلا حاطط الصورة بال CSS، إزاي أقدر أتحكم في حجمها؟ بص يا سيدي، عندك كود اسمه background size أهو. بصوا، background size. سيبكم من كلمة cover دي دلوقتي خالص، هنرجع نتكلم عنها. بس تعالوا نتكلم إن أنا ممكن أمسح الكلمة دي كده خالص وأكتب حجم الصورة. فاكر لما كنت بقول لك اكتب في الويدث كذا وفي الهايت كذا؟ هنا أنت مش محتاج تكتب ويدث وهايت. أنت خلاص حط أي رقمين هيبقوا هما ويدث وهايت بس بالترتيب. يعني العرض ويدث تحطه في الأول، اللي هو مثلا 100 بالمنظر ده كده، 100 بكسل. والهايت بتاعك مثلا هقول لك إن هو 300 بكسل. تعال نشوف اللي هيحصل في الموقع كده. يلا بصوا كده، كده بقى الصورة صغرت. يعني هو صغرها لي فعلا، بس اتكررت كتير قوي. بس صغرت يعني أنا كده عرفت أتحكم في حجمها صح. هي بقت عرضها 100 وارتفاعها 300. زي ما قلت لك الترتيب هو ويدث وهايت. يعني ال100 دي هي عرض الصورة بقى، هي عرض الصورة. تمام. وال100 وال300 دي هي ارتفاع الصورة. دي كده هي ارتفاع الصورة. تمام. مش كده كده يا جماعة؟ طيب أنا هرجع للكود ده تاني كمان شوية، بس عايز اتكلم الاول في المشكله اللي حصلت ان الصوره اتكررت كتير قوي. عندنا كود اسمه باك جراوند ريبيت. ايه باك جراوند ريبيت ده؟ باك جراوند ريبيت هو كود بيتحكم في ان الصوره بتتكرر او ما بتتكررش. اللي حصل معانا في الموقع ان الصوره عماله تتكرر. طيب افرض انا عايز امنع الموضوع ده، عايز امنع تكرار الصوره، اعمل ايه؟ هاجي في الكود اللي اسمه باك جراوند ريبيت ده وراح كاتب نو ريبيت. بس كده همسح كلمه ريبيت دي واكتب نو شرطه ريبيت كده المنظر ده. ايه اللي هيحصل؟ طبعا كده اللي هيحصل، طبعا دي نفس الصورة بس مكررة كتير قوي. بصوا بقى كده لما هرستره اهي،
الصورة جت مرة واحدة بس. طبعا ده كان كلام مكتوب في الخلفية بس ما كانش باين من الصورة. الكلام دلوقتي بقى مكتوب مرة واحدة بس، قصدي الصورة بقت مكتوبة مرة واحدة بس أهي، ما عادش في صورة تاني. واخدين بالكم يا جماعة؟ الصورة بقت موجودة مرة واحدة بس. تمام. طيب الحمد لله عرفنا فكرة النو ريبيت والريبيت. طيب ماشي، تعالوا نتكلم في حاجة تانية. آه بص بقى، أنا عايز أتكلم في حاجة مكان الصورة. كنا في ال HTML لما كنت بحط الصورة هي دايما أصلا كانت بتظهر كده هنا على الشمال دايما، عمرها ما كانت بتظهر في أي حاجة تانية، بتظهر دايما على الشمال كده. طب لا، ده أنا عايز بعد كده أتحكم في حجمها. أنا مثلا أصلا كنت عايز تيجي هنا في اليمين مثلا، أعمل كده إزاي؟ بص يا سيدي، أنت عندك الشاشة بتاعتك بتاعت الكمبيوتر متقسمة بالنسبة لنا لتسع أجزاء. بص، بتعمل خطين هنا كده وهميين طبعا، يعني خطين هنا وهميين كده، خط كده وخط كده وخط تاني بالعرض كده وخط بالعرض كده. أنا كده كده أصلا هشرحها في الكورس يعني في السيشن مع بعض. حلو. طب وبعدين المكان اللي هنا، الخط اللي واقف ده كله كده، المسافة دي كده كلها، الحتة دي كده كلها اسمها ليفت، واللي في النص ده كده كله على بعضه، اللي في النص ده كده كله على بعضه اسمه سنتر، واللي في اليمين ده كده كله على بعضه اسمه رايت. طيب الصورة دي فين؟ الصورة دي موجودة في الشمال فوق، فده مكانها اسمه توب ليفت. طيب لو كانت مثلا هنا موجودة في النص فوق يبقى سنتر توب. طب دي لا، دي موجودة في الرايت توب. طب لو كانت نزلت هنا شوية كده تبقى سنتر رايت. لو جت هنا يبقى سنتر بس. لو جت هنا سنتر ليفت. لو جت هنا تبقى لو جت هنا كده تبقى ليفت بوتوم. ليفت بوتوم يعني تحت في الشمال. لو جت هنا تبقى ليفت سنتر. طب هنا كده تبقى لا معلش، هنا تبقى هنا قصدي تبقى سنتر بوتوم، هنا تبقى رايت بوتوم. طيب انا عايز اخلي الصورة بدل ما هي هنا كده تيجي هنا، هعمل ايه؟ عندنا كود اسمه باك جراوند بوزيشن او بالمنظر ده كده. انا ممكن اتحكم فيه في مكان الصورة. يعني انا مثلا زي ما قلت لكم عايز الصورة تروح على اليمين بدل على الشمال، هروح جاي كاتب هنا كده رايت بس. رايت بس، تعالوا نشوف اللي هيحصل. راحت منقولة على اليمين، بس خلي بالكم هو نقلها لي على اليمين تحت شوية في النص، لأن هو بالنسبة له طالما أنت ما كتبتش أنا هحط لك الصورة في النص. طب لا، ده أنا قصدي إن أنا عايز تكون فوق هنا كده، قصدي إنها تكون فوق هنا كده. خلاص، اكتب له رايت وسيب مسافة واكتب كلمة توب أهو. يروح هو عامل إيه بقى؟ يحطها لك في اليمين فوق. تعال نشوف كده أهو. طب لا، أنا مش قصدي كده برضه، أنا قصدي إن عايزة تكون موجودة في اليمين بس تحت عادي. تعال اكتب رايت بس بوتو اهي بوتو. اهي راحت نازلة تحت اهي. طب والله ده انا كنت عايز تبقى هنا. خلاص، بدل كلمة رايت دي اكتب ليفت بالمنظر ده كده. تمام، تعال نشوفها كده. هي جت في الشمال. تمام كده. معلش انا بس هطلعها فوق عشان عايز اوريكم حاجة في الكود اللي انا هقوله بعدها، فهطلعها فوق بس كده ليفت توب اهي، عشان انا عايز اشرح حاجة بس مش أكتر. تمام. انا لما عملتها ليفت توب راحت جاية فوق، طلعت فوق تاني في المكان اللي كانت فيه اصلا في الاول. تمام كده. طيب الحمد لله عرفنا كمان فكرة البوتوم والكلام ده، وعرفنا الويدث والهايت، وعرفنا كمان الريبيت والنو ريبيت. تعالوا نتكلم بقى في حاجة تانية. إن أنا دلوقتي وأنا حاطط الصورة، وأنا حاطط الصورة كده أهو، لو قلبت ونزلت لتحت شوية في الموقع، طبعا إحنا هنا كده في أول الموقع، لو نزلت لتحت الصورة خلاص بتختفي مع الوقت، بتنزل يعني معاك. استنى أكبرها لكم شوية برضه عشان تشوفوا الفكرة دي. هحط له الأكواد شوية أهو، بحيث إن أنا أنزل تحت كده شوية بس أهو. بصوا، انا كنت فوق اهو والصوره كانت باينه، لما نزلت تحت راحت. طب الكود ده اسمه ايه عشان اعمل حاجه زي كده؟ عندنا كود اسمه في السي اس اس اسمه باك جراوند اتاتشمنت اهو. بص كده كده باك
باك جراوند اتاتشمنت، اللي هو ايه؟ انك الصوره تبقى وضعها عامل ازاي لما انت تيجي تقلب. والله لو انت عايزها فعلا تحصل معاك زي ما بيحصل كده، اللي هو انها تختفي لما انت تنزل تحت، كود اسمه سكرول. سكرول ده بيعمل ايه؟ سكرول ده بيخلي الصورة اول ما انت تنزل تحت هي تختفي. يعني بصوا كده اهو، انا بنزل تحت اختفت، اطلع فوق الاقيها موجودة عادي. طب لا والله ده انا عايز الصورة تفضل موجودة معايا على طول، طول ما انا عمال اقلب هي موجودة معايا ظاهرة قدامي. بدل كلمة سكرول دي بنكتب كلمة فيكسد. ايه اللي بيحصل لما بنكتب كلمة فيكسد؟ بصوا كده، هقلب هلاقي الصورة عمالة تتحرك معايا. أنا على فكرة عمال انزل واطلع، بصوا عمال انزل واطلع والصورة ثابتة معايا في الشاشة ما بتتحركش. ده كود اسمه فيكسد، بيثبت الصورة. وطبعا هو كود مش أحلى حاجة يعني، بس هو لازم تبقوا عارفينه عموما. تمام. في مشكلة كده يا جماعة؟ أنا هخليها سكرول تاني. سكرول المنظر ده كده أهو، زي ما انتم شايفين كده. تمام. في حاجة. طيب أنا بقى عايز أرجع أخلي الصورة بدل ما هي واخدة كده حتة صغيرة، لأ تملى الشاشة تاني. فاكرين الكود بتاع الباك جراوند سايز ده؟ بدل ما انا حاطط فيه تفاصيل كده وحجم الصورة، انا ممكن امسحهم خالص كده تاني واكتب كود اسمه كونتين او كفر. على فكرة مش بتفرق اوي. تعال نشوف اللي هيحصل. بصوا كده، الصورة رجعت مالت الشاشة تاني. طب حد يسألني ويقول لي طب هي ليه مش بتتكرر؟ ليه مش بتتكرر؟ اصل انا كاتب كود بتاع نو ريبيت. لو انا عملت كود الريبيت هتتكرر معايا عادي. طب سؤال تاني، الحتة اللي في الجنب دي فاضية مش نافعة، الصورة ما كبرتش وما خدتهاش ليه؟ تعالى بقى اما اقول لك ازاي نعمل حاجه زي كده. كود كونتين ده في كود تاني افضل منه بيخلي فعلا الصوره تملى الشاشه كلها، اسمه كفر، اللي كان موجود في الاول وانا قلت لكم هرجع له تاني اهو. كفر ده بيعمل ايه؟ كفر ده هيملى الشاشه كامله، هيملى الشاشه كامله بالصوره بتاعته، هيكبرها لك اهو. بص كده، ملى الشاشه كامله اهو. كود الكفر. في مشكله كده يا جماعه؟ يبقى الفرق بين كونتين وكفر ان كونتين ما بتملاش الشاشه كامله، لكن كفر بتملاها كامله، بتغرق لك الشاشه كامله. حتى الكلام اللي كان مكتوب هنا ما عادش باين قوي زي الاول، لانه لسه موجود على فكره اهو، بس ما عادش باين زي الاول. تمام. طيب معلش انا هرجع بقى اغير تاني، معلش في كود الكفر ده هخلي الصوره ليها حجم معين عشان بس عايز تبقى صغيره. هتشوفوا حاجات كتير قوي، 100 بكسل مثلا و100 بكسل كده. حلو. وهديك برضه النتيجه عشان تبقوا عارفين شكلها في الموقع بقى عامل ازاي دلوقتي. وهخليها بدل ما هي نو ريبيت يكون في ريبيت. وهتكلم في موضوع ريبيت ده دلوقتي. بصوا كده اللي هيحصل. بصوا كده، هي الصورة طبعا صغرت قوي عشان انا صغرتها، حددت حجمها، وكمان ملت الموقع كله، متكررة في الموقع كله. لو واخدين بالكم اتكررت 7000 مرة. طيب انا بقى والله انا عايز تتكرر بس ما تتكررش بالمنظر ده. انا عايزها تتكرر على اليمين بس، تفضل ماشية كده بالعرض بس كده، لكن بالطول ما تتكررش. بيتعمل ازاي الامر ده؟ تعالوا نشوفه سوا. بنيجي هنا كده في كود الريبيت، وبنعمل بدل ما هي ريبيت بس كده، بنعمل ريبيت وشرطة وحرف الاكس بالمنظر ده كده. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الصورة تتكرر بالعرض. تعال نشوف الفكرة دي بتعمل ازاي. بصوا اهي، الصورة بقت مكررة بالعرض بس، بالطول ما عادش في تكرار للصورة. طب لا انا عايز تتكرر بالطول بقى مش بالعرض. تعالى نعملها عادي. عايز تتكرر بالطول، بدل الاكس حط مكانها واي. خلي بالكم ان الاكس والواي دي جاية من حاجة في الرياضة عندكم. مش الاكس ده هو المحور الافقي اللي هو بالعرض، والواي ده هو المحور الرأسي اللي هو بالطول. هي جاية اصلا من الفكرة دي، ان الاكس هو المحور الافقي فبيكرر بالعرض، والواي هو المحور الرأسي فبيكرر بالطول. تعال نشوف نتيجة إن إحنا خليناها ريبيت واي إيه اللي هيحصل. أهو بصوا، بقت بتتكرر بالطول أهي بالمنظر ده كده. في مشكلة كده يا شباب؟ أه يا شباب تمام كده. في حاجة بس، إن أنا لاحظت إن في ناس كتير أوي بقت تزهق وبقت تتعب من اللغة. يا جماعة دي لغة جديدة عليكم، زيها زي ال HTML من شهر. أنت برضو كنت بتعاني كده معاها في الأول، وبعد كده ظبطت معاك عادي. فما بالك بقى بلغة جديدة خالص أنت أول مرة تشوفها؟ أكيد برضو هتعاني شوية في الأول معاها، وبعد كده كل حاجة هتبقى زي الفل. تمام. مش عايز حد يتخض، عادي جدا كون انك مش ظابط معاك الدنيا عادي. الموضوع مفيهوش حاجة، عادي جدا. تعالى قول لي ايه اللي واقف معاك وانا اساعدك فيه. تمام. بس ما تقعدش ساكت، وما تقعدش ما تجربش في ايدك. انت معاك موقع في البيت ممكن تعمل من على الموبايل، ممكن تيجي تعمل من على
لو عندك لاب اشتغل عليه، اشتغل. أهم نصيحة ليك إنك تشتغل، جرب بنفسك، اغلط بنفسك، تلاقي نفسك بتتعلم من أخطائك. اتفقنا يا شباب؟ نصيحة بقى بره البرمجة شوية، عشان الناس اللي بتاخد الكورس معانا وكده، المفروض إنك بيطلب منك كل فترة برزنتيشن، صح؟ فأنا بقول لك اعمل باوربوينت وتعالى استخدمه. طيب في أغلبكم مش بيقدر يستخدم باوربوينت، خصوصا الناس اللي سنهم صغير وكده. هل ده في الوقت ده كده بقت مشكلة؟ لأ. ليه بقى؟ أنت ممكن تخش في جوجل وتعمل سيرش، تكتب كده بالظبط باوربوينت أهي، باوربوينت تمبلتس، فري تمبلتس. يعني إيه فري تمبلتس؟ قوالب جاهزة للباوربوينت، سلايدات جاهزة. وتخش في أول موقع ده سلايدز جو، ده موقع مشهور جدا على فكرة أهو. واكتب سيرش عن اي حاجه. انا مثلا ككريم بقول لك اعمل سيرش عن اعمل لي مثلا باوربوينت عن البرمجه مثلا. مثلا يعني بقول لك اعمل لي باوربوينت عن البرمجه. خش هنا وتكتب الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، بروجرامنج اهو، بروجرامنج كده بالمنظر ده، برمجه اهو، وتدوس انتر. بصوا كده هيجيب لكم ايه؟ كمية سلايدز ممكن تشتغل بيها بالهبل. يعني انت ممكن تاخد اي واحدة من دول كده، اي مثلا انا مثلا ككريم، شوف دي كده اهي، دي السلايدز على فكرة. او ممكن اخدها كده جاهزة على بعضها، دي تمبلت، اخدها احملها واشتغل عليها، امسح الكلام اللي فيها واشتغل عليها تاني. لا دي عجباني اكتر، خدها نزلها من هنا، خد الكلام اللي فيها واشتغل عليه. لا دي عجباني اكتر. تمام. انا مثلا ككريم بما اني بشرح كورس سي اس اس، فانا ممكن استخدم دي بحيث ان الاقواس بتاعتها شبه سي اس اس. لا والله ده انا بشرح مش عارف، او مثلا لما مكتوب عليها جافا مثلا، ده الكورس الجافا سكريبت مثلا، ده لو انا بشرح اتش تي ام ال استخدم دي عشان شبه اقواس ال اتش تي ام ال اهو. تمام. انت ممكن تعمل سيرش بالطريقه دي برضه، ال اتش تي ام ال اهو، فرونت اند ديفلوبر اهو. فاهمين الفكره يا جماعه؟ فاعمل سيرش عن الفكره دي وجربها. تمام. بس كده يا شباب، درس النهاردة بسيط جدا وسهل جدا، أتمنى تكونوا فاهمينه مع الدرس اللي فات وتراجعوه مع بعض. أنا عارف الدنيا بقت تصعب معانا شوية، بس هتظبط إن شاء الله. من كتر التدريب هتظبط معانا، ومن كتر أسئلتك ليا هتظبط معانا إن شاء الله. شدوا حيلكم يا شباب، وزي ما قلت لكم أنا فخور بيكم جدا، لكل اللي كمل وكل اللي لسه لغاية دلوقتي ماشي ولسه بيتعلم في البرمجة. حتى لو الدنيا صعبة معاك شوية، بس أنا فخور بيك لغاية دلوقتي يعني. بالتوفيق يا شباب، شكرا.